الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إني لأرجو أن يكون الزمن المتبقي لزوال هذه المحنة أياما قليلة معدودة، ولكني أؤكد لكم أنني لا أنطلق إلى هذا الرجاء من رؤية أسباب مادية وأنشطة سياسية ونحوها تتحرك على الأرض، وما كنت معتمداً على هذه الأسباب أيضا يوم تحدثت عن مقدم هذه المحنة قبل 2 أو أكثر تقريباً، وإنما هي رؤية أريتها عند قدوم هذه المحنة ولدى زوالها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ما قد أرانيه في إقبالها بالأمس وفي إدبارها اليوم. ذكرت لكم هذا مقدمة بين يدي تذكرة أتوجه بها إلى نفسي أولاً وإليكم ثانياً، أن ننفذ جملة من الأوامر بل الواجبات التي يخاطبنا الله عز وجل بها على أعقاب زوال هذه المحنة التي ستنقضي قريباً بإذن الله عز وجل. هنالك عدة واجبات ما ينبغي أن نعرض عنها وما ينبغي أن نستهين بها. أول هذه الواجبات أن علينا أن نعلم أن الله عز وجل أقامنا في كونه هذا في عالم اسمه عالم الأسباب، لا شك في هذا ولا ريب. فما من قضاء يقضيه الله عز وجل إلا ويجعل بين يديه سببا. إن هذه المحنة كان لها أسبابها يوم أقبلت، ولسوف نجد أن لها أسبابها يوم تدبر، ولكن يجب أن نعلم جميعا أن هذه الأسباب شكلية لا فاعلية لها، وإنما الفاعلية لمسببها. ينبغي أن لا تحجبنا الأسباب ولا يحجبنا عالم الأسباب عن المسبب الأوحد وهو الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن لا تحجبنا اليد
التي تمتد إلينا بالعطاء أو تمسنا ببأساء ينبغي أن لا تحجبنا هذه اليد عن صاحبها الذي هو الذي يفيد ويضر، يأمر وينفذ. يجب أن لا يحجبنا تحرك الجنود عن القائد الذي يأمر والذي ينهى والذي إليه التنفيذ. هذا الواجب ينبغي أن نعلمه جيدا يا عباد الله. وعندما نتدبر كتاب الله نجده مليئا بهذه التذكرة. تأملوا في حديث القرآن عن بني إسرائيل والمحنة التي أرسلها الله عز وجل إليهم. تأملوا في السبب وتأملوا في المسبب. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الرائي إلى الواقع يظن أن بخت نصر هو الذي فعل وهو الذي نفذ وهو الذي قضى، ولكن تأملوا في قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. جنود بيد الله وما يعلم جنوده إلا هو. تأملوا في هذه الحقيقة كيف تتجلى في هذه الآية التي تمس واقعنا اليوم بشكل مباشر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هل هذا الذي نراه محبوس ومسجون في عالم الأسباب المادية؟ معاذ الله، معاذ الله. يجب أن نعلم أنها أشكال يحركها الله عز وجل، والمحرك هو الله والمسير هو الله. فهذا هو أول واجب ينبغي أن نتبينه دائما. الواجب الثاني، قد نتساءل فما هو السبب الذي جعل هذه المحنة تقبل؟ وما السبب الذي جعلها اليوم تدبر؟ ينبغي أن نعلم أيها الإخوة انطلاقا من الواجب الأول الذي ذكرته لكم أن السبب في قدوم هذه المحنة أو في إرسال الله عز وجل لها إلينا معاصي ارتكبناها، تجاوزات تجاوزنا الخطوط الحمراء التي بين لنا كتاب الله عز وجل أن على المؤمن أن لا يتجاوزها. تجاوزنا ولعلكم تذكرون. ولم يتح لكثير من كانوا يعيشون في هذه البلدة أن يذكروا وأن ينبهوا، وهذه مشكلة أخرى. وقوع المنكر مصيبة والسكوت على المنكر مصيبة أخرى. فهذا هو سبب إقدام هذه المحنة، ولعلي أوضحت ذلك في مناسبة مرت. أما سبب زوال هذه المحنة التي ستذهب عما قريب جدا فإنما هو الضراعة التي يتضرعها عباد لله عز وجل فوق هذه الأرض المباركة. التجاءات، دعاء، ابتهال، وقوف كثير
من عباد الله عز وجل الذين قد لا نعرفهم ولكنهم أصفياء، ولكنهم أولياء لله عز وجل وفيهم الأبدال. هذا التضرع الدائب، هذا الالتجاء المستمر لا سيما في الهزيع الأخير من الليل هو السبب في زوال هذه المحنة. لعل فيكم من يقول ولكننا نلتفت يمينا وشمالا فلا نرى مظهرا لهذا الالتجاء. أنت لا ترى، نعم، رأيت شيئا وغابت عنك أشياء، صحيح أنت لا ترى، ولكنك لو حكمت عقلك لبصرك عقلك بهذه الحقيقة. الأبدال الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودون، نعم، والأصفياء الذين يستجيب الله عز وجل دعاءهم موجودون، والذين وصفهم رسول الله قائلا رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر قسمه، موجودون. ومن شأن رحمة الله عز وجل أنه يرحم الطالح بالصالح. نحن في كثير من الأحيان نركب رؤوسنا في ارتكاب المحرمات، ولكن الله عز وجل سيرحمنا نحن الطالحين ببركة هؤلاء الصالحين. فهذا هو الواجب الثاني الذي يجب أن نعلمه. إذا علمنا هذا فلننتقل إلى الواجب الثالث الذي يجب أن أنبه نفسي وأنبهكم إليه. رب قائل يقول غدا إذا غربت هذه المحنة وغدت حديثا من أحاديث التاريخ والتفت يمينا وشمالا وإذا بالأمن والطمأنينة عادا إلى ربوع شامنا هذه، يقول لعله يقول لم تعد ثمة حاجة إلى الالتجاء إلى الله، لقد نفذ الله ما قد التجأنا إليه من أجله، لم تعد ثمة حاجة إلى الضراعة، بل لربما قال لم تعد ثمة حاجة إلى الاستقامة أيضا على أوامر الله عز وجل. لا يا عباد الله، هذه خطيئة قاتلة يضعها الشيطان في طريقنا. الإنسان في كل الأحوال بأشد الحاجة إلى أن يضرع ويلتصق بعتاب الله عز وجل. إن كان يمر بمحنة، يمر بابتلاء، وما أكثر أصناف الابتلاءات، فحاجته إلى الضراعة واضحة، يلتجئ إلى الله عز وجل ليرفع عنه هذا البلاء. وإذا عافاه الله سبحانه وتعالى عن البلاء أيا كان فحاجته مستمرة، يدعو الله عز وجل أن يبقي له نعمة هذه العافية، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبقي له هذه النعمة ولا يستبدلها بالنقمة. إذن فالإنسان في كل الأحوال محتاج إلى الله عز وجل، والحصن الذي يقي أمن هذه البلدة والذي يضمن أن لا تعود المحنة ولسوف تذهب إن شاء الله هذه الضراعة. وانظروا إلى كتاب الله كيف يذكر وكيف ينبه. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، جعل الاستغاثة سببا للاستجابة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم.
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لاحظوا هذا الكلام العجيب، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء، نعم، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أيضا. الالتجاء إلى الله وظيفة العبد في كل الأحوال. عندما أكون مبتلا أدعوه أن يرفع عني البلاء، وعندما يرفع عني البلاء أدعوه أن يبقي هذه العافية، أن يبقي هذه النعمة، ولا يرسل على أعقابها نقمة. إذن فالعبد دائما مضطر إلى أن يكون ملتصقا بأعتاب المولى سبحانه وتعالى. الواجب الأخير الذي أذكر نفسي وأذكركم به: إذا أكرمنا الله عز وجل عما قريب وغابت هذه المحنة وتنفسنا الصعداء بعدها، فإياكم أن تنسوا شكر الله عز وجل على ذلك. لعل فيكم من قد يظن أن شكر الله هو أن يحرك لسانه بكلمة الحمد لله، الشكر لله. لا يا أخي، هذا شكر تقليدي لا قيمة له عند الله عز وجل. شكر الله عز وجل على زوال هذه النقمة ومجيء النعمة بعدها أن ننفذ أوامر الله عز وجل، وأن نعاهد الله أن لا نعكف على لغو لا يرضاه لنا، أن لا نعكف على محرم لا يحبه الله لنا، أن لا نشرد عن صراطه إلى نهج لا يحبه لنا. شكر الله أن نعلن اصطلاحنا مع الله على كل المستويات، على كل المستويات أيها الإخوة. هذا هو الشكر العملي، وإنما يكون اللسان غطاء لهذا الشكر العملي. وهل رأيتم غطاء بدون وعاء؟ نعم يا عباد الله، لابد من أن نشكر الله عز وجل عندما تغيب هذه المحنة عنا. نشكره على مستوى القيادة، نشكره على مستوى جيشنا الباسل، نعم، نشكره على مستوى وظائفنا وعمالنا، ونشكره على مستوى الشعب كله. نعم، ينبغي أن نكون جميعا ألسنة عهد لله وألسنة توثيق منا مع الله سبحانه وتعالى أننا سنشكره بعد زوال هذه المحنة وقبل زوالها أيضا. نشكره الشكر الذي يرضيه. هذه واجبات ذكرتها ملخصة. أبدأ بنفسي، نعم، أذكر نفسي بها، ثم أتوجه بها إلى أحبابي جميعا، أتوجه بها إلى إخواني، أتوجه بها إلى قيادة هذه الأمة، أتوجه بها إلى جيشنا الذي هو أولى الناس بأن يشم رائحة الاستشهاد، هو أولى الناس بأن تقر عينه لرؤية الله عز وجل عما قريب. أخاطب به كل فئات هذه الأمة. إذا عاهدنا الله عز وجل على ذلك فإن نعمة الأمن ستحصن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله نذيرا وبشيرا. أما بعد، فيا عباد الله،
ثلة من العلماء نحسب أنهم علماء في الدين أو طلاب علم متمكنين، شرفهم الله عز وجل بالمقام فوق هذه الأرض المباركة، وشرفهم الله عز وجل بالانتماء إليه، عاشوا وتقلبوا في نعيمها سنوات طوال، منسجمين مع نظام هذه الدولة وواقع حالها، راضين بكل ما يمكن أن تتصف به الدولة من أمور لا داعي إلى بيانها، حتى إن الرضا قد أنساهم الوقوف على بعض بل كثير من المنكرات ظهرت فيما بيننا وكانت من الخطورة بمكان. أنساهم الرضا أن يقفوا أمام هذه المنكرات بالإنكار، أنساهم الرضا أن يقولوا لأولياء الأمور إن هذا منكر. ونظرنا وإذا بهم قد ولوا اليوم وجوههم شطر محاور غريبة، محاور تخدم الحملة الأمريكية الصهيونية الإسرائيلية المعروفة. ولما استقر بهم في أحضان الممولين لهذه الحملة فوجئنا بأنهم يتحدثون عن نبوة جديدة على أعقاب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء. فوجئنا بأنهم يتحدثون عن وحي جديد مخالف للوحي الذي كانوا يقرونه ويدرسونه ويدرسونه. رأيناهم يتحدثون عن وحي جديد يتعلق بنظام الحكم والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحكم والحاكم والمحكوم وما إلى ذلك. وتأملنا فوجدنا أنهم ينفصلون بهذا الذي يتمسكون به عن الأئمة الذين سلفوا وشهدت لهم الأجيال كلها، ينفصلون بل يعرضون عن الإمام الشافعي، عن الإمام مالك، عن الإمام أبي حنيفة، عن الإمام أحمد. ونظرنا فوجدنا أنهم يدلون بأحكام جديدة لا عهد لنا بها تتعلق بنظام الحكم وذيوله إلى آخره. وقد أعرضوا عما قاله الأئمة، أعرضوا عما يقوله الإمام النووي في مجموعه، أعرضوا عما يقوله الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، وهم الذين كانوا يدرسون هذه الكتب، وهم الذين كانوا يعيدون ويذكرون ويبينون ويدافعون عن هذه الأشياء. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى يا عباد الله؟ إنني لوجز الكلام في جملة واحدة أقولها لكم وكل منكم يعلم تفصيل هذه الجملة. ألا بئس الدين الذي يكون خادما ذليلا للسياسة الأمريكية الصهيونية الرعناء. ألا نعم السياسة التي تكون خادما أمينا لدين الله الحقيقي الذي يبني ولا يهدم والذي يجمع ولا يفرق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإخلاص إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من سوء حالنا، اللهم إنا نعوذ بك من أفئدتنا التي تعاني من الشرود. اللهم إنا نسألك أن تطهرها من النفاق، وأن تطهر ألسنتنا من الكذب، وأن تطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن فئة من عبادك وقعوا في ضيم شديد، فتوجهوا إليك متوسلين بصالح الأعمال الذي وفقت كل واحد منهم إليه وقبلته منه. توجه كل منهم بصالح عمل وفقته إليه فقبلته منه، قبلت منه وأخرجتهم من الضيم وأخرجتهم من الضنك. وها نحن يا مولانا يا رب العالمين نتوسل إليك، كل منا يتوسل إليك بصالح عمل وفقته إليه فقبلته منه أيا كان. نتوسل إليك بهذا العمل الذي أنت المتفضل به علينا، أن ترفع مقتك وغضبك عنا، أن تعيد الأمن والسلم إلى ربوع شامنا، أن تعجل بالفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، أن تعجل باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. اللهم يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى الساعة مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، تداركنا بلطفك، استجب دعاءنا بكرمك وجودك. إلهي نحن نعلم مدى محبتك لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا لنحبه، وإنا لنعلم مدى محبته لك، وها نحن نتوسل إليك بحبك لحبيبك محمد، نتوسل إليك بحبه لك يا ذا الجلال والإكرام، نتوسل إليك بحبنا لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. كف أيدي الطغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ولي كل مظلوم، يا حسيب كل ظالم، انتصر للمظلومين المكلومين من عبادك الذين تعلم حالهم وترحمهم أكثر مما نرحمهم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بهذا الذي توسلنا به إليك أن تستجيب دعاءنا يا محمد. إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم الاستجابة. وفق اللهم عبدك الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.